السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف راني متأكدة. ها هو الشكل ديالو قدامكم. غادي تشوفوا معايا المقادير والطريقة. تبعوا الفيديو الأخير. وبالنسبة للمقادير عندي هنايا تقريبا 440 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال السكر ما يعادل 3 معالق كبار، كأس الا ربع ديال زبدة مذابة، كأس الا ربع ديال الزيت، وملعقة كبيرة ديال ماء الزهر، وحبة حلاوة 10 غرام، و12 غرام خميرة الحلويات، ورشة ملح. غادي يعني داك الحبة حلاوة بعد ما نقيتها مزيان سخنتها واحد شويه، غير تبدا تسخن حيدها، وغادي كما كتلاحظوا معايا كنحاول ندقها باش يعني تطلق داك الزيوت ديالها وتعطي البنه ديالها اكثر كما كتلاحظوا معايا، حتى نحس بها انها يعني الريحه ديالها ولات مجهده. غادي نحطها في اناء اللي غادي نخلط فيه المقادير، وغادي نضيف السكر كما قلت لكم 60 غرام، كاس الا ربع ديال الزبده مذابه، انا عندي هنايا كنت ذوبت 125 غرام، وكاس الا ربع ديال الزيت. بعد ما الخليط خلط غادي نحيد الطراب اليدوي، وغادي نكمل نجمع هاد العجينه غير بيديا باش نتحكم في القوام. غنضيف كميه ديال الدقيق ونبقى نجمع غير بشويه بهذه الطريقه، نحاول ما نعجنش نهائيا هاد العجينه. دائما العجين ديال الحلويات ما خصوش يتعجن نهائيا، خصو غير يتجمع كما كتشوفوا معايا. كما كتلاحظوا معايا ولات يعني العجينه ديالي تجمعات عندي. انا هاد الكميه خدات ليا 440 غرام ديال الدقيق. غادي نوري لكم القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. كما كتشوفوا معايا يعني كيجي العجينه ديالو شويه رطبه في نفس الوقت يعني ماشي جاريه. كما كتشوفوا معايا القوام ديالو هو هذا. ودابا غادي نحاول نجمعها، وغادي نبدا ان شاء الله نشكل في هاد شكل حفر في الوسط بهذه الطريقه غير بالصبع ولا بشي حاجه مهم تقوهم من الوسط. وغادي نبدا نكمل. دائما فاش ناخذ الحبه غادي نحاول بالكاس ونضغط بالاصابع في الوسط،
ونحطهم في الصينيه اللي نفرشها بورق سيفيغيزي، ونستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي. وبعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال العجين كما كتشوفوا معايا، غادي نحاول نضغط مزيان بالوسط باش يطيب في الفران ما يترفخش يعني يضيع ليا الشكل ديالو. بهذه الطريقه الفران شعلته كيسخن، وغادي ندخلهم يعني على نار متوسطه حتى يطيبوا ويتحمروا. وبعد ما طابوا وتحمروا كما كتشوفوا نخليهم حتى يبردوا تماما. ودابا بعد ما بردوا تماما غادي نفندهم بالسكر مطحون. الاحسن الا توفرتوا على السكر يعني من نوعيه جيده اللي هو السكر سبيسيال احسن، يعني كي ما شاء الله. يعني هذا الرسكوس كيستحق التجربه، جا واعر بزاف. غادي تشوفوا معايا القوام ديالو. نحل معكم واحد الحبه ونحاول نقسمها على جوج كما كتشوفوا معايا. وإلى اللقاء لوصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.